السلام عليكم. فيديو جديد على قناة المستديرة. اليوم غنشوفوا لقطات الأهداف من المباراة الأخيرة اللي جمعت ما بين نهضة بركان ونهضة الزمامرة، واللي انتهت بفوز فريق الزمامرة بهدفين لهدف. وبهذه النتيجة كيتلقى الفريق البركاني أول هزيمة في هذا الموسم من بعد 14 مقابلة بدون خسارة. بالمقابل فريق الزمامرة كيأكد بهذا الفوز على النتائج الإيجابية اللي حقق، بحيث فاز في 5 مباريات هذا الموسم. اللقطة الأولى هي لقطة الهدف الأول لفريق نهضة الزمامرة اللي جا من ضربة خطأ مباشرة وتنفذت بطريقة جميلة. من خلال الإعادة وبداية اللقطة كنشوفوا الكرة كانت عند لاعبي نهضة بركان اللي ما استطاعوش يخرجوا بها بالطريقة الصحيحة في ظل الضغط اللي داروه لاعبي الزمامرة في وسط الميدان، ولكن باش تعطي تمريرة بهذا الشكل كان خطأ كبير. الخطأ الأكبر اللي غنكملوا اللقطة كنشوفوا لاعبي الدفاع كيفاش ارتكبوا المخالفة، بحيث لاعب الزمامرة عاطي بالظهر ديالو للمرمى كان يكفي فقط يرغموه يلعب الكرة بعيدا عن مربع العمليات. ندوزو للقطة الثانية اللي هي لقطة الهدف الثاني لنهضة الزمامرة اللي كان فيها ثاني أخطاء في التمركز وسوء تقدير هذه الحملة الهجومية اللي تحتسب لفريق الزمامرة، ولكن باش تخلي لاعبين بدون حراسة وبدون مراقبة خاصة في هذه المناطق، فهنا كاين تساؤلات على المنظومة الدفاعية لفريق بركان اللي بصم على بداية موسم رائعة محليا وإفريقيا، بحيث كنشوفوا اللاعبين كيف قلنا بدون حراسة بدون رقابة خاصة داخل مربع العمليات، واللاعب القادم من الخلف كيتحرك بسلاسة وكيتلقى الكرة وكيتم على إثرها الهدف الثاني في المقابل فريق نهضة الزمامرة. اللقطة الثالثة هي لقطة هدف تقليص الفريق نهضة بركان، وكنشوفوا كيفاش لاعبي الزمامرة متمركزين داخل مربع العمليات بحيث كانوا كيحاولوا انهم يسدوا جميع المنافذ، ولكن خلاو لاعبي بركان في الظهر ديالهم بدون مراقبة، وكيجي على إثرها الهدف الوحيد للفريق البركاني. فهنيئا لفريق نهضة الزمامرة بهذا الفوز ونتمنوا ليه التوفيق في الشطر الثاني من البطولة. اما فريق بركان فخاص يعيد النظر في المنظومة الدفاعية وحد اوفر في قادم المقابلات. كانوا هادو لقطات الاهداف الثلاثه اللي كانوا في هذه المقابله. الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.